حذرنا مرارا وتكرارا من إقحام مؤسستنا العسكرية في مستنقع السياسة، ونبهنا إلى ضرورة النائي بالجيش عن غرفة السياسة وتجاذباتها، كما طالبنا قيادتنا في مناسبات عديدة بالتحرك وردع الفاسدين والمرتشين الذين أخذوا أدوارا قيادية في الجيش ويريدون إقحامنا في هذه المغامرة الخطيرة. هذه القيادات الفاسدة والمرتشية نؤكد لهم أننا نعلمهم بالأسماء ونملك عنهم معطيات دقيقة تؤكد عمالتهم للخارج وتحصلهم على ملايين الدولارات من الإماراتيين، وسنفضحهم بالاسم وسننشر صورهم حتى نبرئ ذمتنا أمام شعبنا. نحن أبناء المؤسسة العسكرية نأسف لشعبنا على ما وصلت إليه مؤسستنا بعد أن أصبحت في واجهة الأزمات التي تمر بها بلادنا، وبعد أن أمسكت بزمام السلطة بالكامل ولطخت سمعة جيشنا بقذارة السياسة. نؤكد لشعبنا بكل أسف أن الإعلان عن البيان رقم 1 وإعلان حكم المجلس العسكري سيتم في الأيام القادمة، بعد أن سيطر الفاسدون في مؤسستنا العسكرية على مفاصل الجيش وعلى الدولة رسميا. لكننا ورغم ذلك نؤكد أيضا أن الشرفاء في مؤسستنا لن يلتزموا الصمت، كلفنا ذلك ما كلفنا. هذه القيادات العسكرية الفاسدة انتقلت إلى الخطوات الأخيرة في عملية إقحام الجيش في السياسة، وأصبحت هي الحاكم الفعلي للبلاد والمتحكم في الرئيس قيس سعيد بشكل مطلق، إذ نؤكد أن زيارة الرئيس قيس سعيد إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، والتي جاءت على خلاف التراتيب القانونية التي تنص على أن يكون وزير الداخلية حاضرا في اللقاء، هي في الأصل جاءت تنفيذا لأوامر القيادات العسكرية الفاسدة. لكن وحتى نوضح لشعبنا فإن غياب وزير الداخلية سببه ضعف دوره وفعاليته داخل الوزارة، وصار باللغة العامية طرطور، بعد أن تم تحييده من خلال إيقاعه في مصيدة قضية التآمر على أمن الدولة المعروفة بقضية 25، والتي سبق أن وضحنا أنها ستطيح بعديد الأشخاص بمن فيهم توفيق شرف الدين. نحن أبناء المؤسسة العسكرية نؤكد أن زيارة قيس سعيد إلى ثكنة العوينة كانت بأوامر مباشرة من الدوائر الفاسدة في الجيش، وهو في تلك الزيارة مجرد مبعوث من طرفها لإيصال رسالة إلى القيادات الأمنية في الحرس الوطني لإجبارها على تنفيذ مخطط في ظاهره مخطط رئيس الدولة قيس سعيد، لكن في باطنه هو مخطط القيادات العسكرية الفاسدة، بعد أن تحول قيس سعيد إلى مجرد دمية في يد القيادة العسكرية يطلبون منه وهو ينفذ. الرسالة التي حملها قيس سعيد إلى ثكنة الحرس بالعوينة تحمل أيضا تهديدات لقيادات الحرس الوطني في صورة عدم امتثالها لما يطلب منها. نحن أبناء المؤسسة العسكرية نؤكد أن الرئيس قيس سعيد أصبح غير قادر على الاعتراض بعد أن أصبح مخيرا إما التنفيذ أو عزله، والمخطط يهدف إلى ضرب منظمة اتحاد الشغل من خلال الحرس الوطني وعدد من القضاة. هذا الوضع حذرنا منه سابقا ودعونا إلى عدم الزج بالجيش في مستنقع السياسة، لكن أصبح اليوم وللأسف القيادة العسكرية في قلب مستنقع السياسة، وأصبح أغلب الوزارات إما تحت سيطرتهم المباشرة أو غير المباشرة، مثل وزارة الداخلية والدفاع ووزارة الصحة والفلاحة، إضافة إلى المؤسسات الرئاسة التي أصبحت تحت الإشراف المباشر لمستشار قيس سعيد الأول الفريق مصطفى الفرجاني. نؤكد لعموم شعبنا أن القيادة العسكرية ما زالت لا تريد الإمساك بالملف الاقتصادي والمالي حتى الآن، وهي تنتظر إزاحة العقبات التي قد تعيقها، وخاصة منظمة اتحاد الشغل، كما أنها ستمسك بهذا الملف بعد إعلان البيان رقم 1 وتعيين مجلس عسكري للحكم خلال فترة انتقالية. نحن أبناء المؤسسة العسكرية نحذر من أن المواصلة في هذا التوجه واقتحام المجال الاقتصادي ستعود بالخراب على المؤسسة العسكرية وعلى الوطن، وستصبح مؤسستنا العسكرية في مواجهة شعبنا وستزداد صورتها سوءا في نظره، وهو ضرب للعقيدة العسكرية التي تربينا عليها وضرب لمبدأ الجمهورية التي التزمنا به وعليه. فإننا نؤكد أن هذا التوجه ستستفيد منه القيادة الفاسدة وكبار الضباط وجنرالات الفاسدين، وستتحول تونس إلى ثقب أسود تلتهم كل الأموال التي ستتحصل عليها مستقبلا، ولن يعرف الشعب مآلات تلك الأموال. نحن أبناء المؤسسة العسكرية كنا نبهنا من ذلك منذ أحداث 25 جويلية 2021، ونكرر تحذيرنا من أن هذا الانحراف سيعمق الأزمة ويسيء إلى صورة جيشنا داخليا وخارجيا. عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر، وعاش الجيش ثورا للوطن.